بالعمري بالعمري بالعمري. يا جدعان الراجل لعب تلت ساعة امبارح، غير شكل الجنب الشمال كله. نزل واثق من نفسه، بيباصي، واقف على رجله. بالنسبة يعني لأول مرة يلعب في حاجة يعني إنجاز بتاريخ ناس كتيرة جدا. فكرنا بعلي معلول بتاع زمان. على فكرة هيبقى جيبها كويسة جدا قدامه، لو قدامه بن شرقي على طول وتثبته، أو يا سيدي تريزيجيه ويحاولوا يربطوا مع بعض. مفيش مشكلة. اللي يغيظك بقى ان عم ترب دوت في وسط ترب دوت في المؤتمر الصحفي بيسالوه بالعمري، يقول لك احنا بنريح كوكا. كوكا يا مصيبه، لا تكون فاكره انت اساسي ده وهتجدده 3 سنين. كوكا ماشي اخر 6 شهور دي السنه دي، ومحدش عايزه. مع كل الاحترام لكوكا يا جدعان، احنا مش عايزين نقعد نشتم فيه ولا نغلط فيه. كوكا ده مش مركزه، والراجل مجبر كتر خيره قوي. يعني راجل جاي من تاني من اخر الدنيا بطقم قاعد حواليه جنبه بقياسات ببرامج بلابتوبات، قاعدين محللين اداء انا مش عارف شايفين القياسات، عايز اشوفها. اشوف القياسات بتاعتهم بتقول ايه عن كوكا واي حد بيلعب في الباك الشمال مكانه. وبالمناسبه برضو عن طاهر محمد طاهر، يعني عشان يبقى بس بالمناسبه يعني مع كل الاحترام ليهم طبعا. طبعا اليو ديانج زي الفل. اسمه ده ياسين مرعي. ياسين مرعي بيفاجئني، انا مش عارف اقيمه بصراحه. مره هايل قوي، ومره تحس انه مدافع خفيف قوي كده، ممكن يتلم يترقص، بيلعب بجسمه بس ما بيفكرش. اتمنى الراجل يبدا يدخل بقى هادي رياض والجزار واحده واحده كده، ايه بالتدريج. يعني ياسر ابراهيم احنا خايفين يتمزق، يا سيدي ريحه. لعبوا شوط واحد. وملحوظه اخيره بس، طبعا كاموش، ناس هتقعد تتكلم على الكاموش وتشتم فيه، يعني نسيبه خلاص. احنا كويس، احنا جايبينه ايه، اعاره 6 شهور بنيه البيع، لو ما عجبناش نمشي يعني. بس هو الراجل واضح ان هو جاي من دوري خفيف، اتخض لما شاف الجمهور وشاف الدنيا، واتخض من الجو العام يعني. تمام، فممكن واحده واحده عليه. اصل لو حط جون ده هيبقى يعدي. ده الناحيه التانيه نصر منسي بيحط جوان ايه وطايرين بيه السما. نصر منسي يعني راجل محترم وطيب وكل حاجه يعني، بس نصر منسي برضه بيلعب في، يعني الزمالك عايزه تبيعه كل كام شهر، يقول لك رايح البنك الاهلي، رايح فاركو. ده القصه بتاعته، ما بالك انت جايب واحد من اوروبا. فيعني نصبر عليه كمان، كده كده مش هنخسر حاجه يعني. امام عاشور بقى النقطه الاخيره. امام عاشور اتمنى انه يجي ما يلعبش اساسي، يعني الراجل يجي يقعده شويه، عشان بن رمضان طول معانا قوي، واللي بيعمله دي حنكشه. هو خلاص، هو راجل واضح انه بيقضي ايامه. هو كان جاي عشان كاس العالم للانديه، وكاس العالم للانديه خلصت خلاص، فما عندوش الحافز انه يلعب. بيمشي حاله عشان بعد كاس العالم هيتكل على الله ويمشي. يعني الدنيا مش نبقى نشوف واحد مكانه يعني، لانه واضح كده يعني ان الدنيا معاه. بس يبدا بيه، انا عايزه نبدا بيه الماتش الجاي، وامام عاشور يتربى كمان ويقعد احتياطي، يبقى ينزل الشوط الثاني بقى ويلعب بعد كده، مش مشكله. بس هو واضح ان في الارجح ان هو هيلاعب